انطلقت فعاليات ثقافية وفنية متعددة ضمن مهرجان شكرا تركيا المقام في اسطنبول لتقديم الشكر لتركيا حكومة وشعبا تجاه ما تقدمه لقضايا الأمة بمشاركة يمنية فاعلة. وألقى الشيخ حميد الأحمر رئيس اللجنة الإشرافية لمهرجان شكرا تركيا كلمة أكد فيها على عمق العلاقات العربية التركية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات باتت أكثر قوة في الفترة الأخيرة، مشيدا بالدور الذي تلعبه تركيا في مساندة قضايا الشعوب العربية وموقفها الداعم للشرعية في اليمن ورفض الانقلاب. وتضمن المهرجان عددا من المعارض والنشاطات والفعاليات الفنية والثقافية من مختلف الجاليات العربية. وشارك في الفعالية التي تلت الإعلان عن بدء المهرجان العديد من الشخصيات والقيادات العربية والدولية والشركات والمؤسسات والهيئات والاتحادات الطلابية العربية العاملة والجالية العربية في تركيا. وانطلقت فعاليات المهرجان بشكل رسمي في مدينة اسطنبول بمشاركة نحو 50 شخصية على المستوى العربي والإسلامي. المهرجان تنظمه رابطة الأكاديميين العرب ومؤسسة النهضة اليمنية التركية وشركة عدن بريز. شكرا أيها الشعب التركي. Teşekkürler Türk halkı. الوفي. Vefali halka teşekkürlerimizi sunuyoruz. شكرا للأحزاب التركية، Bütün للمنظمات partilere, التركية، bütün STK'lara, bütün Türk halklarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. للدولة التركية التي لم تبخل مع Türk إخوانها. devlet olarak, hükümet olarak, halk olarak teşekkürler ediyoruz size. أتينا اليوم جميعا لنقول شكرا تركيا، ونحن مع تركيا ومتضامن مع تركيا، ويهمنا أن تظل هذه البلدة آمنة لتكون ملاذا للجميع. Hepimiz buraya geldik. Bir amaç için Türkiye'ye teşekkür etmek için ve Türkiye yanında olduğumuzu göstermek amacıyla geldik. Ve hep yanında olacağız. Bizim yanımızda oldu, biz de onun yanında olacağız. ليس مستغرب أن نرى هذه الوجوه الكريمة تأتي إلى هذا المكان حتى يشاركوا إخوانهم أبناء الجاليات العربية هذا الحفل التكريمي والمهرجان التكريمي الذي يستمر لمدة 3 أيام لتقديم العرفان لتركيا. ليس مستغرب.